مرحبا بكم في خبر عاجل ورسمي. قضية المساهمين تعود إلى الواجهة في دار شبيبة القبائل، لكن قبل أن نبدأ في التفاصيل ادعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ليصلك كل أخبار نادي شبيبة القبائل. عادت قضية المساهمين لتعود إلى الواجهة في بيت شبيبة القبائل، حيث علمنا أن المساهمين قد قدموا شروطهم لمجلس الإدارة الذي يقوده الرئيس الهادي ولد علي، وكذا لمسيري شركة موبيليس، والذين أصروا على الاستجابة مقابل إقدامهم على التوقيع على وثيقة التعهد الخاصة بالتنازل عن الأسهم لصالح شركة موبيليس. وبحسب ما كشفه مصادر جد مطلعة، فإن المساهمين السبعة الذين لم يقوموا بتوقيع على وثائق تنازل عن أسهمهم لصالح المالك الجديد موبيليس قد طلبوا قيمته 45 مليار. في الأخير هذا النزاع يؤثر سلبا على النادي. البعض يعتبر أن شركة موبيليس يجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الفريق، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الجماهير. كما يعبر الأنصار عن قلقهم من تأثير هذا النزاع على استقرار النادي المالي والإداري، ويطالبون بحل سريع يضمن حقوق الفريق ويعزز من مكانته في الساحة الرياضية. في المقابل هنالك من يرون أن الحلول يجب أن تكون عادلة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المساهمين وشركة موبيليس.